بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك عليكم حلول الشهر الفضيل، شهر الله المبارك، شهر رمضان. ولذلك هذا الشهر الذي له سمة كبيرة جدا، أن الإنسان ينطلق إلى الله تبارك وتعالى لأجل أن يغير ذاتا، لأجل أن يغير أسرة، لأجل أن يغير مجتمعا، فينطلق واقعا أنه هذه فرصة جدا كبيرة متآتية للإنسان أن يغتنمها لأجل أن ينطلق وأن يتكامل الإنسان على مستوى الجوارح وعلى مستوى الجوانح، على مستوى الظاهر وعلى مستوى الباطن، أن الإنسان لابد أن يغتنم هذه الفرصة وينطلق إلى الله تبارك وتعالى ولأجل اقتناء الكمالات، ولأجل أنه التزود آنذاك بالإيمان والتقوى، ولأجل نيل المراتب عند الله تبارك وتعالى. شهر رمضان يختلف عن باقي الشهور، هذا أيام تختلف عن باقي الأيام، ساعات تختلف عن باقي الساعات، ليالي تختلف عن باقي الليالي، فهو بكل الجوانب محاط آنذاك بعناية إلهية ربانية لأجل أن الله عز وجل أن ينقل الإنسان من حال إلى أحسن حال. لذلك حتى يأكدون أنه عظمة هذا الشهر أننا لا ننطق ولا نقول جاء رمضان وأقبل رمضان وانتهى رمضان، وهذا ما ورد ومضمون على الأمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه. بالنتيجة علينا أن نقول شهر رمضان، وهذا ما أكده الإمام سلام الله، لا تقولوا أنه رمضان جاء رمضان أقبل رمضان، بل قولوا شهر رمضان، لأن هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. الله في القرآن عظمه، الله ما قال رمضان، الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. واقعا فجوانب التعظيم بهذا الشهر إذن فهو يختلف عن كل الشهور. فبالنتيجة أن الإنسان المؤمن عليه أن يتخذ هذه الأيام وهذه الساعات وهذه اللحظات أنها فرصة كبيرة لأجل أن يغير، لأن دعاؤنا فيه مستجاب، وأعمالنا فيه مقبولة، أنفاسنا فيه تسبيح، نومنا فيه عبادة. إذن ما أعظمها واقعا. علينا أن ننطلق وعلينا أن نستغل هذه الأوقات بتلاوة القرآن وبالأدعية والتهجد وصلاة الليل، ولا سيما ذكر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه.